حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد من قناة منوعات بيوتي. طبعا أول خطوة راح أبدي بلوك العين. راح أسوي ترطيب للعين قبل ما أستخدم هذا المرطب بالكولاجين، يعني نوعيته كلش حلوة ويفي بالغرض. هسه بعد ما وزعت المرطب على الوجه كامل أكمل دمجه وأرجع أستخدم البرايمر. هسه مثل ما شفتوا هاي نوعية البرايمر اللي أستخدمها، نوعية كلش حلوة بجل الأوليفيرا، وتبقى الاي شادو وقت كلش طويل. طبعا هو مخلص نوعا ما. طبعا هذا البرايمر مو فقط للعين، الكامل للوجه. أكمل دمجه وأرجع لكم. هسه راح أستخدم هذا الكونسيلر اللي يكون هو كوركتر باللون البرتقالي، على مود إذا اكو هالات سود أو سواد فوق العين. أغلب البنات عندهم هالشي بسبب فقر الدم، إنه من يحطون الألوان ما تطلع الألوان الصحيحة ويبقى السمار الكونسيلر ما يخفي، يعني ما يخفي السمار بصورة طبيعية، راح يقلب على لون رصاصي. فحتى الألوان تطلع بالشكل الصحيح مالتها أفضل إنه تحطون كوركتر برتقالي على الألوان اللي بيها اسمرار، وبعدين تستخدمون الكونسيلر الفاتح. فهسه راح أكمل دمج اللون. هسه بعد ما كملت دمج الكوركتر البرتقالي، طبعا هو ما راح يبقى برتقالي، راح يندمج ويا لون البشرة. استخدم الكوركتر الفاتح، استخدم ذني الدرجتين، يعني واحدة على لون بنانا والثانية على لون أبيض. أي شعره اجت بالغلط، غلسو انه بشلبت. المهم غلسو عشانكم ما حد شاف. المهم هسه راح اكمل الدمج. طبعا احب توزيع الكونسيلر باصابعي، لان هم الباليتات مالتهم هيجي علب صغار، فما تسيطرين عليهم بالفرشة. والدمج راح يكون بالبيوتي بلندر، هم يعني يطلع كلش حلو الدمج مالته. طبعا الكونسيلر فاتح، لان اني الفونديشن مالتي اصلا اسمر، فيعني الدرجات اكثر بيهن على مود ما يكون كل الشغل على بعضه غامق. واكتشفت انه الفونديشن همين اللحظة الاخيرة صار لي هواي ما مشترى مكياج، وهذا الفونديشن اللي جاي استخدمه فول كفر، فشكله كلش حلو على الوجه، وبنفس الوقت شكله مطفي، يعني ما يزيت. وإن شاء الله بس ألقاه أجيبنه. هسه راح أبدي أستخدم هذا الشادو مال نايت من هدى بيوتي. العلبة معدومة غلسوا، بس اللي عنده أطفال أخ يعني يعذر الموضوع، لأن أنا جهال أخوي وجهال أختي فدائما ألقاهم مسوين هجمة على الغرفة. المهم نرجع لموضوعنا. هسه راح أستخدم هذا الشادو، لونه هيجي ترابي، لا هو بني لا هو جوزي، هيجي ألوان ترابية. المهم هاي درجته. طبعا غيرت ألوان الإضاءة على مود يطلع اللون المضبوط. راح أبدي أدمج جوا العين وفوق العين وأرجع. طبعا صار لي ساعة سجل وطلع ما مسجل. المهم هسه بعد ما كملت دمج اللون البني أبدي أستخدم هذا بالت هذا جبته بأيام المعهد، يعني على مود كل الألوان شامل. فجبت استخدمت منه الورديات، الألوان النود على وردي، الموف، هيك ألوان استخدمت. دمجت يعني أكثر من لون بالفرشة. وهسه راح استخدم هذا اللون الباذنجاني، يعني لا أسود ولا جوزي، لون شمر.
خليته على الجفن الثابت ووزعته. هسه رجعت زدت اللون لين حسيته ما مبين، وراح ادمج الاطراف سوية. اهم شي الدمج بنات بين خطوة وخطوة ادمجوا، يعني لا تبقون الالوان كأنه جايبتهم ومخليتهم هيجي بدون شي، بدون شغل، بدون ترتيب. المهم هسه بعد ما دمجت الالوان فوق وتحت، جبت هاي الكحل من ماركة فلورمر. يجنن بمعنى الكلمة. سواده كلش حلو. طبعا كلش احب اللون الاسود من يم ماركة فلورمر، لان اللون البيجي صراحة مو كلش، يعني لونه كلش خفيف وما يثبت وقت طويل، بينما اللون الاسود يبقى حتى 3 ايام الى اسبوع مهما تفركين باللون ما يوقع. ثباتيته كلش عالية. هسه هنا الشيطان لعب بعقله وقال لي ضيفي لون، يعني جليتر، الوان جليتر ضيفه بالموضوع. فضفت شوية من اللون الأسود. طبعا صار تقديم وتأخير باللقطات. هنا الكحل جريته من جوا العين شوية وبديت أسحب لي برا لمود أسوي تمويه للآيلاينر. المهم غلسوا على الخطوات اللي صار بها تقديم وتأخير. هسه راح أبدي أموه الآيلاينر بلون بيجي. طبعا الجليتر ما عاجبني فيه راح أبدله، بس خليني أكمل التمويه. موهت بلون بني على مود يكون مثل الظل للآيلاينر، يعني ما يكون بشكل حاد. هسه بعد ما وصلت لهاي النتيجة على شكل مثلث سحبة ايلاينر، راح اجي استخدم هذا الايلاينر. صراحة ماركته يعني ما اعرف اقرا الاسم مالتها، اوتو ما اعرف شنو، يعني اسمها مو محدد. فراح ارسم الايلاينر وصار خطأ مطبعي، انقطعت اللقطة مالته. فالمهم كملنا الايلاينر غل، جابت لون الجليتر لين لسه طلع مو حلو، حطيت لون فضي وهيك على قولتكم، بس هيجي شي خفيف بالمسكارة، يعني ما رسمت مسكارة او ما حددت بشكل واضح مسكارة، مجرد شي خفيف حتى يعني افرقهم على مود اركب الرموش. وهسه مثل ما قاعد تشوفون غيرت اللون مال الجليتر، خليت فضي وزيدت الكحل، وبنفس الوقت حطيت اضاءة ودمجت تحت العين. وهسه مثل ما شفتوا استخدمت جل الحاجب ماركة ماك، كلش حلو، صار له هواي همين تقريبا منتهي ظل الحلقة الأخيرة. ورسمته يعني بشكل هيجي عشوائي، يعني مو رسمة توب، لأن الفرشة كلش شو اسمه تعبانة وضخينة، يعني مو من هاي اللي تكون رفيعة وترسم بيها شعرة شعرة. وهنا لبست العدسات وركبت الرموش. طبعا استخدمت هذا الصمغ أول مرة أجربني، أتوقع ماركة ماك، ما انتبهت للاسم بس هو ماركة ماك أتوقع، جابت لي أختي ونوعيته كلش حلوة. أنا مجربة مال هدى بيوتي، وهاي الرموش همين من ماك. هسه يعني بعد ما لبست العدسات وكل شي وكملت العين ننتقل للبشرة، لأني بديت أصور يعني
أنا باللوكات أحب أسوي نص عين، لأن أتعاجز كلش إنه أوقف عنه، وخاصة إنه لا عندي طلعة أو شي على مود أسوي العينين، فأسوي عين وهي نفس الخطوات تقريبا. فهسه كملت، حطيت كونتور سائل، أحب الكونتور السائل أو الكومباكت، وحطيت شو اسمه المورد همين كومباكت. بس هسه راح أطوخ البلاش مورد عادي كل شي مهم. حطيت من نفس الباليت مال الشادو اللي قلت لكم يعني عندي اياه من زمان. وهسه كملنا اللوز باودر على مود اثبت بيه جوا العين للكونسيلر لان انا ما مثبته، وبنفس الوقت اثبت الفونديشن والبلاش لين كله كريم استخدمت. بس البلاش رجعت ضفت عليه انه باودر. هسه دا نحدد بالشفة. صارت أخطاء مطبعية. العفو، أنا قلت لكم ماركة فلور ما بقلم البيج، بس هو هسه شفته جولدن روز. هذا بس مجرد إنه أحطني على الشفة مال أستخدمه بالعين كلش فاشل. وهاي اللوك النهائي، يعني مال المناسبات كلش حلو ورسمة عين مميزة. طبعا هذا التصوير بالكاميرا العادية يعني. وهنا حبيت انه اشوفكم شكله يعني بالفلتر، من استخدم فلتر شلون راح يطلع بالفلاتر. هذا شكله طبعا كل فلتر يختلف عن الثاني، بس هو المهم هاي الرسمة النهائية. شوفتكم اياها بالبداية بالكاميرا العادية وهسه بالفلاتر. راح احط لكم صور بالكاميرا العادية، هاي بالكاميرا العادية يعني. هذا شكله كلش حلو، وكل اللي شافه قال لي يخبل. طبعا نشرته بالانستا واخذت راي الموجودين بالانستا. اذا ما ضايفيني بالانستا الحساب بالبايو. فخامة يعني كل الرسمات تحتاج عين مفتوحة، بس ما اعرف انا عيني كلش مبطنة فيها، حسيت كلش لاقلي. وبس والله حبايبي، هذا فيديو اليوم، اتمنى ينال اعجابكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد اول باول.